عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ كارثة كارثة والله العظيم يا حبايبي. جينا عشان بنتي تصورني، فهم كان عندي فيديوهات قديمة المفروض تتحذف، فالمهم احنا شلنا الفيديوهات اللي هي بتتحذف بالك هتهبني. فيا حبايبي كده يلا كده قبل ما نبتدي خشوا كده اشتركوا في القناه وفعلوا لنا كده الجرس ينزلكم كل جديد، ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا. فاحنا النهارده كده غدانا كده، بصوا عملت طماطم جرجير رز احمر كده جاي مع السمك، وده جاي مع السمك برضو، وجاي باسم رحيم. حتى بصوا ما هو اسم العسل رحيم منور السمك اهو، خدي ادهم. فبصوا يلا بقى كده بسم الله. السمك يا حبايبي بشوي كله قطع 80 جنيه 80 جنيه. يلا كده بسم الله ما شاء الله، بسم الله كده. كام سمكايه بصوا يا حبايبي. تعالي كده يا غاليه، ما هو اصلا باين خلاص. تعالي بس يا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين جايز اهوت، بسم الله ما شاء الله. هو بشوي كله 80 جنيه يا حبايب قلبي. زي ما انتم جاي معاه جايبه له رز للعيال وطرشي والعيش بتاعنا يا حبايب قلبي. انا مش عارفه كده ثواني. طبعا انا مش هضفر الرز اهوت، وطبق رز برده للعيال رز احمر. وطبعا انا هغرف شويه رز دي ليه بقى يا ماما ما تغرفي الرز عشان ما يتزفرش خساره يا حبايبي. فانا لو العيال عايزه ما هحط لهم رز. عندنا الصينيه اهي طبخه في الصينيه يا ام ادهم، ما تدقوش على ام ادهم يا حبايب. ام ادهم محتاجه حيله ومحتاجه حاجات كتير، بس انا من الصابرين والله، انا من الصابرين يا حبايبي. انا من الصابرين وبصبر بس على حساب صحتي، ولما انا يا حبايبي صحتي والله راحت من النفسيه اللي انا فيها الحمد لله. فزي ما انتم شايفين الرز جميل عشان طبعا ما يتزفرش. حلو والله الصلاه على النبي كده، صلوا على النبي يا حبايب قلب ام ادهم الله عليه الصلاه والسلام. فطبعا دوت انا هحط بصوا الصينيه كده تحت الطبليه منعوز عشان ما يتزفرش خساره. فادهم هياكل رز احمر من دوت ورحيم بيحب، رحيم هيحبه يا حبايبي. يلا كده كده اهو. فطبعا يا حبايبي اصبر حبيب حاضر. فانا طبعا جايبين زي العاده يا حبايبي بسكوت دوت ب6، ده ب6 جنيه. وجايبه طبعا زي ما انتم شايفين بقى الحاجه اللي احنا بنجيبها لاطفالنا، فاهو جايبه 6 زبادي. فانا بنتي بتاكل زبادي يا حبايبي والعيال بياكلوا، انا باكل رحيم زبادي. هل الزبادي بتضيق ولا ايه يا حبايبي، ولا هي مغذيه ولا اعمل ايه، ولا اجيب لهم لبن وبس؟ رحيم ما بيشربش لبن. فانا بقول يعني ايه، العيله بتقوم مثلا بتغير لها ريقها كده طبعا الواحد لما بيبقى صاحي ما بيعرفش ياكل على طول يا حبايبي. فانا ببقى مش عارفه، انا رحيم بياكل مثلا بحط له ده هو ما بياكلهاش بس انا بعوده عليه. هل ديت دايت؟ بالله عليكم يا حبايبي بقى اكتبوا لي في التعليقات بقى يا حبايبي، انصحونا لوجه الله بقى يا حبايبي بالله عليكم. دي طبعا القهوه بتاعتنا دي ب5 جنيه. انا بجيب لنفسي مطلعه مصروف ليا كل يوم، اجيب ب5 جنيه قهوه كل يوم ب5 جنيه قهوه. ولما تبقى الميزانيه حلوه معايا بجيب يا حبايب قلبي. فبالله عليكم ما تنسوا. وجايبه مانجا والله، انا جايبه مانجا. ثبتي كده يا حبايب قلب ام ادهم. زي ما انتم شايفين كده ده كان يومي ومشترياتي يا حبايبي النهارده. فانا جبت المانجا دي في المانجا ب25، المانجا ب25 جنيه يا حبايبي. فانا وفي ب40 وفي زي ما انتم طالعين والله العظيم في انواع مانجا كتير. المانجا ديت ايه يعني هي تقول لي ب20 وتاخد عصير، بس هي بصراحه جت لا سليمه دي دوبك بس بتتعور حته صغيره. قلت لها ماشي انا هاخدها على 15 اعمل للعيال عصير. قالت لي خدها ب15. جبت لهم كيلو لا كيلو فمش عارفه يوسف انت هتهبلني. فيا حبايبي خدي ادم كل ادم جعان. فيا حبايبي الفيديو ده كل قد وما بقاش لك السنه. فده كان يومنا يا حبايب قلبي، وربنا يخليكم وما تحرمش منكم يا رب. وبالله عليكم جدعانوا معايا ان شاء الله باذن الله كده. انا شايفه اللي جاي ان شاء الله الايام اللي جايه تبقى احسن. بس يا حبايبي تعبانه قوي والله، انا تعبانه والله. انا جوايا بصوا ربنا وحده اللي يعلم، بس انا من النوع ان انا بحب اضحك وبحبش ان انا يعني اشيل الناس يومها، اصل كل واحد في اللي مكفيه. فانا بفضفض معاكم يا حبايبي ما تتضايقوش مني وبحبكم. فانا دلوقتي الايام اللي جايه هتبقى روتينات كده، هعمل حاجات. انا عايزه اغسل الركنه، هعمل مش عارفه الحمام عايزه اعمله، رغم ان انا اصلا يا حبايبي ادعوا لي ان انا امشي من الشقه دي. ايه السر يا ام ادم وايه الحكايه؟ مش هقول لكم يا حبايبي الا لما امشي من هنا عشان يجي كلامنا خفيف عليكم. اكيد انت عرفتوا، ده معلومه صغيره مش هقول لكم اي حاجه، بس عشان خاطر لو انا جبت سيره وحشه عيالي بتتاذي. كده انتوا عرفتوا.
فان شاء الله. هو انت يا ام ادم كل شويه تروحي سكن مش عارفه في ايه، والله العظيم وحياه النعمه دي وحياه النعمه دي وكتاب الله وكتاب الله يا حبايب قلبي، انا ما انا عارفه انا مالي. انا معمول لي كميه اسحار، واخوك يقع امسكه ايدك عليه، معمول لي كميه حاجات في بحال انه يقف في توفيق. بصوا في حاجه وفي لغز مش هتكلم معاكم والله العظيم، هتكلم معاكم يا حبايبي وتعرفوا اخباري وحياتي انا وعيالي الا لما قناتي تكبر وتعملوا لي لايكات والقناه تكبر ونقبض كده، عشان يبقى ليا نفسي اتكلم معاكم. في كل مره تقولي الكلمتين دولت انا لسه في كل مره تقولنا كده يا حبايبي، عشان انا ده انا هكتب حاجه لما ربنا يديني ان شاء الله، هعمل مذكره. هتعملي مذكره يا ام ادم، والمصحف اللي عامله مذكره، بس مش هتطلع ولا تعرفوا اخباري الا لغايه لما اموت بقى. كله اتنشر على اليوتيوب ام ادم، قصه ام ادم يا ولاد، قصه ام ادم يا ولاد، بس تترحموا عليا وتقولوا عليا كلمه حلوه. ادم بيضحك عليا، فادم 24 ساعه كده هو مأذي رخر يا حبايبي، فكلنا مأذيين والحمد لله. يوسف بتضحك والله مأذيين يا حبايبي، بس احنا عشان من ايه في ناس قالوا لنا شغلوا قران يعني كده على طول، بس سوره البقره. فانا عايزه امشي من هنا، انقذوني وادعوا لي ان انا امشي من هنا. بس يا ادم انقذوني يا حبايبي، انقذوني بجد، يتجدعنوا علشان خاطر انا عايزه القناه تكبر، عشان انا تعبت من السكر. كل شهر 800 ما بلحقش اجيب حتى حاجه هدوم لنفسي ولا عارفه اجيب حاجه لعيالي. فانا لما تجري معايا الفلوس ويبقى معايا يا حبايبي، لما يبقى معايا فلوس هعرف اجيب شقه ملك، مش هقول لكم عماره، شقه ملك تطلع زي ما تطلع لغايه لما عيب يا ادم، عيب يا ادم عشان حبايبنا ما يقولوش عليك عبيط. فحبايب قلبي ربنا يخليكم، انا بحب يضحك هبل كده يا حبايبي تعرفتيهم، فربنا يخليكم وما تحرمش منكم، وعينك على الرحمه اللي هيتقلب، وربنا يبارك لكم يا رب كده وتجدعنوا معايا. واشكر حبيبكم ام ادم، واشكر كل متابعيني اللي انضمت في عيلتي، واشكر كل البلاد الجميله. مريم ما تهزيش عشان انت التليفون والله لما الفيديو بيتعمل بيتهز، بيجي الهزات بيبقى مش حلو، فانتوا جدعانوا كده. وبشكر كل حبايبي اللي انضمت في عيلتي، ناس من بلاد فين يا يوسف؟ الجزائر، السعوديه، ناس الجزائر والسعوديه والكويت والعراق. اشكر كل متابعيني وحبايبي وجدعان مصر وناس مصر ودول فلسطين وغزه. ربنا يبارك لهم. النبي يا مريم ما تهز الفيديو. انا بص يوسف بيصورني والله ما بيهز ايدي، اجي بقى اتفرج على فيديو مريم الاقي مريم الفيديو بيقول لي ثبتي ايدك يا مريم عشان بيشتكوا من الحته دي. فربنا يبارك لكم يا حبايبي. امال مين اللي كسر لك الستاند؟ ده الستاند اللي جاته طار. اصوره بص بنتي ما كانتش موجود، الستاند طار واتكسر يا حبايبي. التليفون باظ، كنت بصور فيديو لقيت التليفون وقع بالستاند، احكي لنا حد ده ضربه بالرجل وقع. طب وقعوا ازاي يا ام ادهم وانت هتخوفينا بالرعب؟ مش هقول لكم، مش يعني فيلم رعب مش هقول لكم. معانا جدعانوا معايا بقى. ربنا يبارك لكم ويخليكم ليا ويبارك لكم في صحتكم وعافيتكم. وان شاء الله كل يوم سبت ابني كان بيطلعني غلط على فكره، بالله عليك يا مريم ما تهزوا الفيديو. فالله يبارك لكم. فكل يوم سبت ان شاء الله هطلع لايف. ابني بقى كان بيقول لي ايه؟ يوم جمعة احنا بنعمل الساعه، كان كنا بنعمله يوم السبت الساعه الاحد 2 بالليل. طبعا يوم جديد، يوم السبت بيبقى يوم جديد، بيبقى بيبتدي من 12، بيبقى يوم جديد. كنا بنخلص البث مباشر الساعه 3، كان طبعا الحد. فايه يلا الحمد لله معلش ابني بقى كنا بنفهم. اكتبوا له في التعليق كده، قولوا اعلى شويه يا يوسف واركز بالله عليكم كده، عشان هو اللي بيقرا التعليقات. الحته دي في المونتاج والنبي يا حبايب قلبي بالله عليكم قولوا ركز يا يوسف، عشان انت كده اصحابك مش هينفعوك. امكم بتعمل اهيت عشان خاطر القناه تنجح ومش هتنجح. يلا اللهم استعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الادم يا عين عمال ياكل في طماطم، ما زال عشان له السما، وطبعا قلب امه جعان نايم كان عايز ياكل، بس انا جبت له بقى حاجات كده كلها في الشارع. ربنا يبارك لكم واشكر كل متابعيني واخواتي، بحبكم في الله وتعالوا اتفضلوا معايا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واللي ما اشتركش مع مدى يخش يجري على طول يشترك لي في القناه ويفعل لي الجرس يجيلكم كل جديد. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وادعوا لاخواتنا فلسطين وغزه وكل البلاد، السودان برضه. ربنا يا رب بصوا يا رب يوقف لهم ولاد الحلال اخواتنا
اخواتنا وحبايبنا بالله عليكم يا حبايبي كده ادعوا لهم من قلبكم، ربنا يكبر بخاطركم، وادعوا لي انا الاخرى 40 دعوه مستجابه عند رب العالمين والحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله. 30,000 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا بقى خدتوا على مقدم بقى يا حبايب، فالواد بيضحك عليا. مع السلامه، تصبحوا على خير، مع السلامه.